تخيل في فتح الأندلس جيش من أبطال المسلمين واقف قدام بحر هايج وجيش ضخم. كل الجنود مترددين والخوف مالئ قلوبهم والعدو بيراقب كل حركة. لكن وسط كل ده وقف قائد شاب ما خافش من البحر ولا العدو. رفع صوته العالي وقال للجنود: اليوم نثبت أن الشجاعة أقوى من أي عقبة. والمفاجأة الكبيرة إنه أمر بحرق السفن اللي وراهم عشان كل واحد يعرف إن الرجوع مستحيل وإن النصر أو الاستشهاد هم الاختيار الوحيد. الجنود شافوا السفن بتولع والبحر يزمجر من الغضب، لكنه واقف ثابت زي الجبل يقودهم ناحية الشاطئ. كل خطوة على الرمال كانت بتولع عزيمة الجنود، وكل ضربة من سيفه كأنها صاعقة تضرب الأعداء، وكل هجوم مضاد كان بيقوده ببراعة مذهلة. العدو مش قادر يعرف الضربة الجاية هتيجي منين، كأنهم بيحاربوا قوة ملهاش شكل. الجنود بدأوا يتقدموا من غير خوف، وصرخاته بتديهم قوة وشجاعة وتخليهم ينسوا الرهبة. وسط الأمواج والرمال الجيش بدأ يتحرك للأمام، ومع كل خطوة بدأ يحقق المستحيل. نجحوا في فتح الأندلس بالكامل، والمدينة اللي كانت محصنة قدام كل الغزاة أصبحت تحت سيطرتهم. وبعد ساعات من القتال الجيش اللي كان على وشك الهزيمة بقى بيسيطر على الساحل، مش بس بالقوة لكن بحكمة قائد عارف إمتى يهاجم وإمتى يدافع وإمتى يلهم الجنود بالشجاعة. وفي النهاية الكل شاف إزاي رجل واحد بس غير كتاب التاريخ وفتح الأندلس بشجاعته وذكائه. والبطل ده هو طارق بن زياد. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.